حواديت زمان. يلا بسرعة هات السماعات وغمض عينيك واستعد لاستكمال الحكاية، ويلا بينا نسمع الحدوتة. وكان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا من اللي كان إن السندباد رحب بالهندباد ودعاه للطعام وطمنه بالكلام، وقرر يحكي له عن مغامراته بين البلاد والعباد 7 رحلات، وفي كل رحلة تفاصيل وحكايات لها العجب. قعد الهندباد يسمع والسندباد يحكي، وبدأ الكلام عن رحلته الأولى. اسمعوا يا سادة يا كرام. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان أبويا تاجر من كبار تجار بغداد، ولما مات ساب لي ثروة كبيرة جدا. وقتها كنت شاب طايش، قعدت أصرف من الثروة اللي سابها لي على نفسي وعلى أصحابي، وما كنتش حاسس بقيمة الأموال دي اللي فجأة بقت ملكي من غير أي تعب. وفضلت على ده الحال مدة طويلة، ما كنتش متخيل أبدا إن الثروة دي ممكن تنتهي أو تضيع مني في يوم من الأيام. ولما فقت لنفسي ما كانش باقي معايا من الأموال دي غير القليل. معقول خلاص هفلس؟ استحالة هفضل كده لحد ما يضيع مني كل اللي املكه. معقول بين يوم وليلة كل الأموال والثروة ممكن تروح مني وما يتبقاش ليا غير الديون والإفلاس والخراب؟ لا يمكن أسيب نفسي أوصل للحال ده، واستحالة أسيب نفسي للفقر والذل بعد الغنى والعز، ولا هسيب الكسل يتملك مني، ده الكسل مفتاح الفقر. وافتكرت حكمة بيرددها ناس كتير: من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب. ومن هنا قررت أسافر، بعت كل اللي أملكه واشتريت بثمنه بضاعة أتاجر فيها، وسافرت مع جماعة من التجار من بغداد للبصرة على ظهر سفينة كبيرة. ودي كانت أول رحلة ليا، وكانت أول مرة أركب سفينة. ويدوب اتحركت السفينة وصابني دوار فقت منه بعد وقت قليل. بعدها اتعودت على هوا البحر واسترديت صحتي، وفضلت على ظهر السفينة ومن جزيرة لجزيرة ومن بلد لبلد أبيع وأشتري مع التجار في كل مكان ننزل فيه. وفي يوم كانت السفينة ماشية في وسط البحر، لمحنا من بعيد جزيرة صغيرة، قربنا منها ونزلنا نرتاح عليها. ولما جه وقت الغدا جبنا بعض الأخشاب علشان نولع النار ونطبخ الطعام، وبدأنا فعلا نولع النار. وفجأة بدأت الجزيرة تتحرك وتهتز بشدة وعنف، الكل يخاف، الكل يصرخ، الكل يجري مرعوب من اللي بيحصل، ومش قادرين نفهم ايه اللي بيدور وايه اللي بيجرى. وبأعلى صوت ينادي قبطان السفينة علينا: اهربوا 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 قبل ما تهلكوا. الكل بيجري والجزيرة عمالة تنزل في المية. وفجأة اختفت الجزيرة في المية، اللي كان قريب من السفينة بس هو اللي نفد بحياته، واللي كان بعيد غرق مع الجزيرة اللي ما طلعتش جزيرة زي ما كنا فاكرين. الجزيرة العجيبة طلعت حوت كبير من حيتان البحر نايم على سطح المية. ولما ولعنا النار وحس بالحرارة صحي من نومه وغاص في البحر، فنجا من نجا وغرق من غرق. أما أنا فكنت بعيدة عن السفينة، ما قدرتش أركب على ظهرها، ولولا أني اتعلقت بلوح من الخشب كان زماني من الغرقانين. وفضلت أنادي بأعلى صوت على أي حد من اللي على السفينة ياخد بإيدي وينقذني، بس ما حدش سمعني. وفضلت أنادي ونادي لحد ما اختفت السفينة من قصادي، وفضلت أصارع الأمواج وقاوم الغرق وعافر لحد ما الدنيا ضلمت. كنت تعبت ويأست، واتأكدت وقتها إن مفيش مفر من الموت والهلاك. وفضلت على ده الحال طول الليل، موجة تشيلني وموجة تحطني لحد ما طلع النهار. حدفتني الأمواج على شط الجزيرة. وقتها
كنت خلاص فقدت الوعي وما فقتش من النوم غير تاني يوم. كنت تعبان وجعان، قمت أدور على أكل، ولما لقيت أكل أكلت لحد ما شبعت، وبعدها دورت على مية وشربت لحد ما ارتويت. ويعدي يوم ورا يوم ورا يوم وأنا على الجزيرة. فضلت أمشي في الجزيرة من مكان لمكان، وفجأة لمحت شبح من بعيد. فضلت أقرب منه لحد ما اتحققت منه. لقيته فرس مربوط واقف ياكل في الأعشاب، وسمعت صوت مجموعة من الرجال بيتكلموا جوه سرداب تحت الأرض. أمرهم غريب. وفجأة لقيت راجل معرفوش قرب مني وسألني ايه سبب وجودي في المكان ده. فحكيت له حكايتي وصعبت عليه حالتي. خدني معاه للسرداب وحكى لهم عني. رحبوا بيا وقدموا لي أكل وشراب، وجوه السرداب قالوا لي وحكوا لي عن سر وجودهم في المكان. قالوا لي إنهم خدم الملك المهراجة صاحب الجزيرة، وإن هو اللي بيبعتهم كل عام في نفس الميعاد. بييجوا الجزيرة ومعاهم بعض أفراسه علشان ترعى في الجزيرة لحد ما يخرج ليها حصان البحر فتحمل منه، ولو حاول ياخدها معاه يخرجوا بسرعة من السرداب فيخاف منهم ويهرب للبحر، وبعد كده ياخدوها ويرجعوا بيها لبلادهم، وبعد فترة تولد مهر أصيل ملوش مثيل. وهنا سمعنا صراخ حصان البحر. بصينا من ثقب جوه السرداب، شفناه بيحاول ياخد الفرس معاه بالقوة. طلع الرجال بسرعة برا السرداب، وأول ما شافهم هرب بسرعة للبحر. وتاني يوم خدوني معاهم لحد ما وصلنا لبلاد الهند. قدموني للملك المهراجة وسألني عن حكايتي، فحكيت له كل اللي حصل ليا، فقربني ليه وأكرمني آخر كرم. وقعدت في بلاد الهند ويوم ورا يوم وأنا بلف في كل مكان في البلد. وللبلد كان فيه مرسى للسفن التجارية بتجيلها السفن من كل بلاد الدنيا. كنت بروح عندها كل يوم أسأل الجايين عن أخبار بغداد وأحوالها، بس سؤالي دايما كان من غير فايدة. وفضلت على كده مدة طويلة تعبت فيها من غربتي وحرتي، والبلدي وأهلي وجيراني يا مشتاقت نفسي. وفي يوم من الأيام خرجت زي عادتي ورحت عند شط البحر عند مرسى السفن. شفت سفينة جاية، ولما قربت ورست على الشط وبدأوا ينزلوا البضاعة اللي عليها شفت اسمي مكتوب على بعض أحمالها السندباد. ولما دققت النظر في قبطان السفينة عرفته. رحت بسرعة وعن صاحب الأحمال سألته. رد عليا بكل حزن، ياه صاحب الأحمال دي اسمه السندباد، يا عيني عليه وعلى اللي حصل له. غرق مننا واحنا في رحلتنا، هو وناس كتير كانوا معاه. نزلوا من السفينة يرتاحوا على جزيرة وسط المية، بس للأسف الجزيرة ما طلعتش جزيرة، طلعت حوت كبير. ولما غاص الحوت وكانوا على ظهره غرقوا في البحر. ربنا يرحمهم كلهم. ومن ساعتها خدت على نفسي عهد أبيع بضاعة السندباد وادي لأهله تمنها وقت ما ارجع لبغداد. وهنا صرخت بعلو صوتي، أنا السندباد، أنا السندباد اللي بتحكي عنه، ودي بضاعتي. صرخ القبطان في وشي وقال لي وهو غضبان، حرام عليك يا شيخ، للدرجة دي مفيش عندك ذمة ولا أمانة؟ ازاي تكذب عليا وتقول انك السندباد وانا اصلا شايفه بعيني وهو بيغرق في البحر؟ قلت له لا صدقني أنا السندباد، وحكيت له حكايتي واللي حصل معايا، وفكرته باللي دار بينا من كلام ومواقف من ساعة ما خرجنا من البصرة ولحد ما الحوت غاص بينا في المية. وهنا القبطان صدقني وفرح بنجاتي ونادى على كل اللي كانوا معاه على السفينة وحكى لهم حكايتي. الكل قرب بسرعة وهنوني بسلامتي. شكرت القبطان على أمانته، ولما حبيت أكافئه على اللي عمله رفض وما قبلش مني حاجة، فشكرته تاني انه حفظ الامانة رغم غيبتي. ولما استلمت بضاعتي اخترت هدية غالية وقدمتها للمهراجة. سألني منين جبتها، حكيت له على اللي حصل ودار، فصدقني وقبل هديتي وهو فرحان. ولما استأذنته في السفر كان زعلان على فراقي وسفري، بس أذن لي وأمر لي بهدية غالية وودعني. وخرجت من عنده راضي وبالي مرتاح بشكر ربنا وفرحان. بعت كل بضاعتي في بلاد الهند وبأغلى تمن، وبعد كده اشتريت بدلها
بضايع تانية، وركبت السفينة ومشيت بينا في البحر على بركة الله. الموج هادي والرياح هادية لحد ما وصلنا للبصرة في أمان. ومن البصرة لبغداد رجعت لبلادي بأموال كتيرة، ولقيت أهلي مستنيين فرحانين برجوعي من السالمين. واشتريت قصور فخمة وبقيت من أكبر أغنياء بغداد، واديت الفقراء والمساكين. وقررت أقعد في بلدي وابعد عن السفر والمخاطر والأهوال، أقعد مرتاح البال. ولما خلص السندباد كلامه بص للهندباد اللي كان متعجب من اللي قاله. يبتسم السندباد ويقوله ده اللي جرالي وحصل لي في أول رحلاتي، بكرة بإذن الله هحكي لك اللي حصل معايا في رحلتي التانية. يستغرب الهندباد وبينه وبين نفسه يقول رحلة تانية؟ معقول يرجع السندباد للشقة والتعب بعد الراحة والنعيم؟ يقطع السندباد تفكير الهندباد لما ينادي على الخدم ويؤمر بملابس جديدة للهندباد، واداله 100 دينار. شكره الهندباد ودعاله وخرج من عنده راضي ومرتاح يشكر ربنا وفرحان. وانصرف كل الموجودين على أن يعودوا غدا لمجلس السندباد فيسمعوا مع الهندباد المزيد والمزيد من مغامرات السندباد. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان، تتوقف الحكاية ولا يتوقف الزمان. استنونا في نفس الميعاد علشان نعرف ايه اللي حصل مع السندباد ومغامراته وحكاياته بين البلاد والعباد. كان مرة في ولد إنما إيه أجمل أماني، رحلة في الكون